غضب عارم في الصين من نادي برايتون الانجليزي، والسبب صورة. المهم الحوار بدأ لما حساب أكاديمية برايتون الإنجليزي نشر صورة لميتوما ولاعب من الأكاديمية وهم في إيديهم كارت فيفا عليه صورة الجندي الياباني هيرو أونودا، عشان يجي واحد ابن حلال ياخد الصورة وينشرها على موقع ويبو الصيني، ويحصل غضب وهجوم طاغي من الجمهور الصيني على نادي برايتون الإنجليزي، والموضوع بقى ترند بسبب صورة الجندي الياباني هيرو أونودا اللي متهم إنه خلص على ملايين الصينيين أثناء صراعهم مع اليابان في الحرب العالمية الثانية. الراجل ده بيتقدر جدا في اليابان بسبب ان بعد انتهاء الحرب في 1945 رفض يصدق ان اليابان انسحبت من الفلبين، وقال ان دي خدعه من العدو، عشان كده استخبى في جزيره في الفلبين لمده 29 سنه لحد ما في سنه 1974 اقنعته الحكومه اليابانيه بالاستسلام ونفذ طلبهم، واستقبلوا الشعب الياباني كبطل قومي لانه اخر جندي يسلم نفسه. وبعد موجه الغضب دي برايتون مسحوا البوست واعتذروا للشعب الصيني وقال لهم ان احنا ما نقصدش اي اساءه ليكم.